بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية طيبة لتلاميذ البكالوريا، شعبة آداب فلسفة، شعبة اللغات الأجنبية وشعبة الفنون. اليوم سنتكلم عن مقال بطريقة جدلية حول تبادلية اللغة والفكر، يعني حول مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر أمام تيارين، أمام اتجاهين. الاتجاه الأول يسمى بالاتجاه الثنائي، والاتجاه الثاني يسمى بالاتجاه الأحادي. الاتجاه الثنائي عزيزي التلميذ بزعامة الفيلسوف الفرنسي هنري بريكسون فيلسوف الديمومة يرى بأن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال، علاقة تمييز، يمكن الفصل بين اللغة والفكر. يعني هناك ثنائية، هناك قطيعة. اللغة والفكر ليس من طابعة واحدة، يعني العلاقة انفصالية. زعيم الاتجاه الثنائي هنري بريكسون، كذلك أبو حيان التوحيدي، وكذلك آرثر شوبنهاور، وكذلك الشاعر والفيلسوف الفرنسي بول فاليري، وكذلك هيجل وروني ديكارت أكدوا بأن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال، علاقة تمايز، يمكن الفصل والتمييز التام بين اللغة والفكر. بينما الاتجاه الآخر والاتجاه الأحادي أو الواحدي يرى أنصار الأطروحة أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة اتصال، علاقة تكامل، علاقة تزامن، علاقة ترابط، تطابق. اللغة والفكر وجهين لعملة واحدة يستحيل الفصل بينهما، العلاقة بينهما علاقة اتصالية. زعيم الاتجاه الأحادي عزيزي التلميذ هامilton، كذلك فريدريك هيجل، وكذلك أرسطو، ميرلا بونتي، جوليا كريستيفا، زكي نجيب محمود، ماكس مولر، وجون لوك، كلهم أكدوا، جون بياجي، كلهم أكدوا بأن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة اتصال، علاقة تكامل، علاقة ترابط. في هذه المشكلة عزيزي التلميذ سنتناولها بطريقة جدلية. سنتكلم عن أسئلة بطريقة جدلية، يعني أسئلة متشابهة حول تبادلية اللغة والفكر أو حول العلاقة بين اللغة والفكر. أول سؤال عزيزي التلميذ يتبادر في الذهن: هل يمكن التفكير فيما نعجز عن قوله؟ بصيغة أخرى: هل بإمكان اللغة أن تعبر عن كل أفكارنا؟ بصيغة أخرى أيضا: هل يمكن الإنسان أن يفكر دون لغة؟ هل القدرة على التفكير تتناسب مع القدرة على التبليغ؟ هل الفكر سابق عن اللغة؟ هل اللغة تشكل عائقا أمام الفكر؟ وهذا السؤال ورد في باك 2017 شعبة آداب وفلسفة. هل اللغة عاجزة عن مسيرة ديمومة الفكر؟ هل اللغة والفكر منفصلان أم متصلان؟ هل تستطيع اللغة أن تعبر عن جميع أفكار الإنسان؟ هل اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة؟ هل العلاقة بين اللغة والفكر انفصال أم اتصال؟ هل اللغة منفصلة وتعيق الفكر؟ هل يمكن تصور أفكار خارج إطار اللغة؟ هل الألفاظ قبور المعاني؟ هل الألفاظ حصون المعاني؟ يعني كل الأسئلة يعني حول مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر. السؤال راح نتكلم بطريقة جدلية حول مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر. أول شيء بالطريقة الجدلية عزيزي التلميذ راح ندير تمهيد عام حول مشكلة اللغة والفكر، يعني إحاطة بالموضوع، تمهيد وظيفي، نعرف ماذا نعني باللغة وماذا نعني بالفكر. اللغة عزيزي التلميذ نقدر نعرفها بأنها ذلك الكل متكامل من الإشارات، الرموز، الحركات، الإيماءات، الألفاظ التي يقوم بها الإنسان من أجل التواصل مع الآخرين والتكيف مع العالم الخارجي، أو من أجل التواصل مع غيره من خلال تبادل الأفكار والمشاعر والعواطف والقيم الجمالية والفنية. وكذلك الفكر هو مجموعة تصورات ومفاهيم ومعاني تخترج ذهن الإنسان. يعني عرفنا اللغة وعرفنا الفكر. التلميذ بعد ما تعرفنا اللغة والفكر نذهب نحو ملخص هذه المقالة، وسنقوم شرح مطول بإذن الله سبحانه وتعالى. في الطريقة الجدلية عزيزي التلميذ قلنا السؤال: هل العلاقة بين اللغة والفكر انفصال أم اتصال؟ كل الأسئلة تكلمنا عليها منذ حين كلها حول مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر أو حول تبادلية اللغة والفكر. أول شيء طرح مشكلة، راح ندير تمهيد عام حول اللغة والفكر مع تعريف كلاهما. أول شيء عزيزي التلميذ نقدر التلميذ يقول الإنسان كائن عاقل وناطق بإمكانه إنشاء رموز، إشارات تعبر عن تواصله مع الآخرين لأنه كائن اجتماعي، والتكيف مع العالم الخارجي، وهذا يتم إلا بأداة ووسيلة تدعى اللغة التي يتبعها الوعي والتفكير. وإذا كانت اللغة ذلك الكل متكامل، أو اللغة ذلك النسق من الإشارات والرموز والحركات والألفاظ والإيماءات يقوم بها الإنسان من أجل الاتصال والتواصل مع غيره والتكيف مع العالم الخارجي. بينما الفكر هو مجموعة تصورات، مفاهيم، معاني تخترج عقل الإنسان، لأن الفكر نشاط عقلي، بينما اللغة هي نسق من الإشارات والرموز والإيماءات والحركات والألفاظ، يعني يقوم بها الإنسان من أجل التواصل والاتصال مع الآخرين. عزيزي التلميذ بعد التمهيد العام نذهب نحو
إبراز العناد. أين اختلف الفلاسفة المفكرين؟ اختلفوا حول مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر. يعني إبراز عناد نبين بلي كاين تيارين، بلي كاين اتجاهين، بلي كاين رأيين، بلي كاين موقفين متعارضين، راهم اختلفوا حول مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر. هناك من يرى أن العلاقة بين اللغة والفكر عز التلميذ علاقة انفصال، يعني علاقة تمايز، يعني يمكن الفصل التام بين اللغة والفكر. يعني اللغة لا تستطيع التعبير عن جميع أفكارنا، يعني يمكن تصور فكر بدون قوالب لغوية. ونقيضا لذلك أو هناك على النقيض من يرى أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة اتصال، علاقة تكامل، علاقة تطابق، علاقة تزامن، علاقة ترابط وتزامن، وكذلك اتصال، يعني اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة. بعد إبراز عناد بينت بلي كاين تيارين، تيار يقول انفصال وتيار يقول اتصال، يعني الاتجاه الثنائي يفصل، والاتجاه الأحاد يرى بأن اللغة والفكر شيء واحد، لأنه لا تفكير بدون تعبير ولا تعبير بدون تفكير. بعد إبراز عناد أو الجدال أو السجال أو الاختلاف نذهب نحو طرح الإشكال أو ضبط السؤال. هل يمكن تصور فكر بدون اللغة؟ وبصيغة أخرى، هل تستطيع اللغة التعبير عن جميع أفكارنا؟ يغضب التلميذ يقول لي هل الفكر سابق عن اللغة؟ هل تشكل اللغة عائقا أمام الفكر؟ هل القدرة على التفكير تتناسب مع القدرة على التعبير؟ كل أسئلة بطريقة جدلية حول علاقة اللغة بالفكر. نعود مقدمة، تمهيد عام مهدنا، ثم عرفنا اللغة وعرفنا الفكر. قلت ولكن ما أثر جدلا وسجالا واختلافا لدى الفلاسفة والمفكرين علماء اللغة واللسانيات هو مشكلة العلاقة بين اللغة والفكر، مما أدى لظهور تيارين متعارضين. تيار يرى أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال وتميز، يعني اللغة لا تستطيع التعبير عن جميع أفكارنا، يعني يمكن تصور فكر بدون اللغة. ولكن على النقيض من ذلك أو هناك تيار مناقض يرى بأن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة اتصال، تكامل، ترابط، تزامن، اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة ويستحيل الفصل بينهما، يعني لا يمكن تصور فكر بدون اللغة، واللغة تستطيع التعبير عن أفكار الإنسان. ثم وهذا الجدال يدفعنا طرح الإشكال التالي: هل يمكن تصور فكر بدون اللغة؟ وبصيغة أخرى، هل اللغة عاجزة عن مساندة الفكر، أو هل تستطيع اللغة التعبير عن جميع أفكارنا؟ مقدمة سهلة بطريقة جدلية، تمهيد عام، إبراز الجدال، إبراز المسار، ثم إعادة صياغة السؤال. بعد المقدمة نذهب نحو العرض، محاولة حل المشكلة. راح نعرض الموقف الأول، الأطروحة الأولى، والموقف الثاني. في الأطروحة الأولى راح نتكلم عن أصحاب الاتجاه الثنائي، بأن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال وتمييز. أنصار الاتجاه الثنائي التلميذ هنري بريكسون، كذلك بول فاليري، شوبنهاور، وكذلك أبو حي توحيدي، وعندي لون ديكارت، وعندي حتى أفلاطون. أصحاب اتجاه الموقف كفكرة نقول يرى فلاسفة الاتجاه الثنائي أن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال وتمييز، أي يمكن الفصل التام بين اللغة والفكر. سهل. من أنصار الأطروحة هنري بريكسون، بول فاليري، آرثر شوبنهاور، أبو حيان التوحيدي. أول حجة عز التلميذ المسلمة الأولى، ثم نبرهن، ثم نعطي أقوال الفيلسوف. أول مسلمة أن طبيعة اللغة والفكر ليست واحدة، يعني مسلمات، ثم البرهنة، البراهين والأدلة والحجج، ثم نقوم بتقديم أقوال فلسفية لتقوية الحجة، لأن القول الفيلسوفي يقوي الحجة في الفلسفة. أول شيء طبيعة اللغة والفكر ليست واحدة. لماذا؟ لأن الفكر عز التلميذ الفكر راه ذاتي، الفكر فردي، الفكر معنوي، الفكر روحي، الفكر عقلي، الفكر داخلي. يعني الفكر من طبيعة ذاتية، الفكر من طبيعة فردية، الفكر من طبيعة معنوية يعني روحية يعني عقلية، أن الفكر نشاط عقلي، كذلك داخلي. أما اللغة فهي موضوعية، كذلك أنها اجتماعية، كذلك أنها مادية وخارجية. يعني الفكر ذاتي، فردي، روحي، عقلي، معنوي، بينما اللغة فهي موضوعية، اجتماعية، خارجية. يعني أول شيء أنهم ليس من طبيعة واحدة، هناك ثنائية بين اللغة والفكر، لأن الفكر ذو طبيعة فردية، اللغة من طبيعة اجتماعية، الفكر ذو طبيعة ذاتية، اللغة من طبيعة موضوعية، الفكر داخلي، اللغة خارجية، الفكر معنوي، روحي، عقلي، نفسي، شخصي، بينما اللغة مادية، أصوات وإشارات ورموز. وهذا ما يتجلى في قول الفيلسوف الفرنسي هنري بريكسون حين قال إن الفكر الذاتي فردي واللغة موضوعية اجتماعية. يعني التلميذ قاعد يكتب يقول يرى فلاسفة الاتجاه الثنائي أن
العلاقة بين اللغة والفكر علاقة انفصال وتمييز، وهذا يعني أنه يمكن الفصل التام بين اللغة والفكر، لأن طبيعة اللغة والفكر ليست واحدة، فالفكر جوهر معنوي روحي عقلي ذاتي فردي، بينما اللغة موضوعية اجتماعية مادية، يعني أصوات وإشارات وألفاظ وغيرها. وهذا ما أكده الفيلسوف الفرنسي هنري بريكسون بقوله: الفكر ذاتي فردي واللغة موضوعية اجتماعية. الحجة الثانية على التلميذ: الفكر سابق عن اللغة، يعني أسبقية الفكر على اللغة. الفكر السابق، الفكر المتقدم، الفكر له الأسبقية، له الأولوية، له الأهمية من اللغة. لماذا؟ لأن الإنسان يفكر بعقله قبل أن يعبر بلسانه، وبالتالي الفكر المتقدم له الأسبقية، له الأهمية، له أولوية، لأن الإنسان يفكر بعقله أولا ثم يتكلم بلسانه ثانيا. وهذا ما يتجلى في قول الفيلسوف هنري بريكسون أيضا يقول هنري بريكسون: الفكر متقدم عن اللغة فهي عاجزة لأنها منفصلة، بينما الفكر متصل. دلالة بأن الإنسان يفكر أولا ثم يتكلم ثانيا، لأن الفكر أسبق والفكر سابق والفكر له الأولوية والأسبقية. أيضا على التلميذ الحجة الثالثة: الفكر أوسع من اللغة. كي نقول أوسع من اللغة، الفكر أشمل من اللغة. الإنسان على التلميذ أنه يملك أفكار أكثر ما يملك ألفاظ. تطور المعاني أسرع من تطور الألفاظ، لأن المعاني والأفكار متغيرة ومتطورة ومتجددة ومتبدلة وكذلك بسيطة، وكذلك الفكرة في ديمومة وكذلك استمراري متدفق، بينما الألفاظ راهي ثابتة جامدة منفصلة متقطعة ومركبة. يعني المتطور الأفكار أسرع من تطور الألفاظ. الإنسان يملك ثروة فكرية أكثر ما يملك ثروة لغوية، ودع ذلك الإنسان يعني يملك زخم فكري أكثر ما يملك ثروة لغوية. وهذا ما يتجلى في قول الفيلسوف الإسلامي أبو حيان توحيده، هنا قال: ليس في قوة اللغة أن تملك المعاني. ويقول بريكسون أيضا: أعتقد أن نملك أفكار أكثر ما نملك ألفاظ، يعني أكثر ما نملك أصواتا وألفاظا. دل بأن الإنسان يملك ثروة فكرية ولا يستطيع التعبير عنها بالكلمات. ودع ذلك على التلميذ: إنسان أثناء الكلام أو أثناء كتابة مقالة أو رسالة غالبا ما يتوقف بحث عن اللفظ المناسب للتعبير عن مشاعره وأفكاره، ولكن للأسف الشديد لا يفلح في ذلك. ونقول المقولة المأثورة: يعجز الإنسان عن التعبير، أو اللغة تخون صاحبها في كثير من الأحيان. حتى بريكسون حين قال إن اللغة تحجر الفكر، يعني اللغة لا تستطيع التعبير عن جميع أفكارنا، وبالتالي اللغة تشكل عائق للفكر ولا تستطيع أن تجسد كل ما يخترج في ذهن الإنسان من أفكار وتصورات ومفاهيم، وبالتالي اللغة لا تستطيع التعبير عن جميع أفكارنا. لو كانت تستطيع التلميذ، فلماذا الإنسان اخترع البدائل؟ لماذا اخترع وسائل جديدة وبديلة عن لغة الكلام كالرسم والنحت والموسيقى والتصوير وكذلك السينما، وكلها بدائل نابت عن لغة الكلام. كما يقول المثل الصيني القديم: الصورة أفضل من 1000 كلمة. ويقول بريكسون: اللغة عاجزة عن مسايلة ديمومة الفكر، لأن الفكر متطور متجدد متصل مستمر متدفق في ديمومة، بينما اللغة على التلميذ راهي متقطعة ومنفصلة وجامدة وثابتة ومركبة. وبريكسون يقول إن اللغة عاجزة عن مسايلة ديمومة الفكر. ويقول أيضا إن الألفاظ قبور المعاني، بالتالي اللغة لا تستطيع، يعني اللغة عاجزة، اللغة تعجز، اللغة قاصرة عن التعبير عن جميع أفكار الإنسان، بالتالي اللغة لا تستطيع أن تعبر، لأن الفكر أوسع وأشمل من اللغة في نظر أصحاب الاتجاه الثنائي. كذلك على التلميذ اللغة لا تستطيع التعبير عن المشاعر والعواطف، يعني اللغة تعجز عن التعبير عما يجول في خاطر الإنسان من مشاعر وعواطف وأحاسيس. نتكلم عليه اليوم احنا بأصحاب المدرسة الرومانسية أو التجربة البسيكولوجية أو التجربة اليومية أو التجربة الذاتية أو التجربة النفسية. الإنسان لا يستطيع أن يعبر عما يجول في خاطره من مشاعر وعواطف وأحاسيس، وهذه أكدها الفيلسوف والشاعر الفرنسي بول فاليري حين قال مقولة مأثورة اللغة، عندما قال: أجمل الأفكار هي التي لا نستطيع التعبير عنها بكلمات. ويقول أيضا: أجمل الأشعار تلك التي لم تكتب، يعني بقيت حبيسة النفس ولا تستطيع اللغة أن تجسد كل ما يختلج في نفسية الإنسان من مشاعر وعواطف
وأحاسيس. حتى التجربة البسيكولوجية التي يعيشها الإنسان عز التلميذ راه أغنى وأوسع من يعبر عنها بالكلمات. مثلا تجارب النفسي للفنان جعلته يبتكر وسائل جديدة للتعبير عن المشاعر ومشاعره وخياله وأفكار تصوره، مثلا كما قلنا الرسم، الموسيقى، النحت، التصوير، المسرح، الفن السابع والسينما. دلالة بأن الإنسان يملك ثروة فكرية أكثر ما يملك ثروة لغوية. دلالة بأن القدرة على التفكير لا تتناسب القدرة على التبليغ والتعبير. نفهم بأن هناك تفاوت عز التلميذ بين القدرة على الفهم والقدرة على التبليغ. نفهم الكثير ونعبر القليل، وهذا ما أكدها أيضا شوبنهاور حين قال الأفكار تموت لحظة تجسيدها في كلمات. وحتى كذلك لامارتين الشاعر الفرنسي حين قال إذا كانت كلماتي من ثلج فكيف تحتوي بداخلها من نيران. يعني العواطف الجياشة، العواطف الدافئة، الأفكار العميقة لا نستطيع التعبير عنها بالكلمات. ودلالة بأن اللغة لا تستطيع أن تعبر عن كل ما يجول في خاطر الإنسان من أفكار ومشاعر، بالتالي اللغة لا تستطيع التعبير عن أفكار الإنسان. يعني يمكن تصور فكر بدون لغة، واللغة تشكل عائقا أمام الفكر. يعني عندي الحجة الأولى، طبيعة اللغة فكر ليست واحدة، الفكر سابق وأسبق ومتقدم له الأولى والأهمية، كذلك الفكر أوسع من اللغة، يمكن تصور أفكار بدون قوالب لغوية. اللغة عاجزة ولا تستطيع وقاصرة وتعجز عن التعبير عن أفكارنا، وكذلك اللغة لا تستطيع التعبير عن المشاعر والأحاسيس والعواطف، يعني كل ما يجول ويدور في خاطر الإنسان من مشاعر وعواطف وأحاسيس. كذلك اللغة تشكل عائقا أمام الفكر، يعني يمكن تصور أفكار خارج إطار اللغة. ومثال ذلك عندما أذهب إلى بلد أجنبي ولا أتقن لغة ذلك البلد تصبح اللغة تشكل عائق، وبالتالي اللغة لا تستطيع أن تعبر عن أفكار الإنسان، وبالتالي يمكن تصور أفكار بدون قوالب لغوية، واللغة قاصرة وعاجزة ولا تستطيع عن التعبير عن كل ما يجول في خاطر الإنسان من مشاعر وأفكار. بعد الموقف الأول، بعدما تكلمنا عن أصحاب الاتجاه الثنائي بالأدلة والبراهين أقوال فلسفية كثيرة، التلميذ يستطيع أن يدعم كل حجة بقول من أجل تقوية الحجة. عندي أقوال مثل القول الأول الفكر ذاتي فردي واللغة موضوع اجتماعي لبريكسون. أيضا يقول الفكر متقدم عن اللغة فهي عاجزة لأنها منفصلة بينما الفكر متصل. عندي مقولة أيضا لبريكسون اللغة تحجر الفكر. عندي أيضا قول بريكسون إن الألفاظ قبور المعاني. عندي كذلك قول فاليري أجمع الأفكار هي التي لا نستطيع التعبير عنها بالكلمات. أيضا قول فاليري حين قال أجمع الأشعار تلك التي لم تكتب. أيضا قول شوبنهاور الأفكار تموت لحظة تجسيدها في كلمات. أيضا بريكسون حين قال اللغة عاجزة عن مساندة ديمومة الفكر. أبو حيان توحيدي أيضا يقول ليس في قوة اللغة أن تملك المعاني. وبريكسون أيضا له مقولة أخرى أعتقد أن نملك أفكارا أكثر من نملك ألفاظا وأصواتا. وعندي كذلك التجربة البسيكولوجية النفسية التي يعيشها المرء أغنى وأوسع من أن نعبر عنها بالكلمات. يعني كلها أقوال لأصحاب الاتجاه الثنائي. بعدما كملنا الموقف الأول عز التلميذ نذهب نحو المناقشة، يعني نقف على نقاط القوة ونقاط الضعف، لأن في الأطروحة الأولى نتكلم عن الموقف كفكرة بالعلاقة انفصال تميز، ثم بعدها ذكر الفلاسفة تم ذكرهم، ثم الأدلة والبراهين والحجج الأقوال الفلسفية. في النقد عز التلميذ دائما نقاط قوة. لا يمكن إنكار ما جاء بأصحاب الاتجاه الثنائي أن العلاقة بين اللغة علاقة انفصال وتميز، ولكن عز التلميذ طرحهم مبالغ فيه، يعني طرحهم يبقى نسبي، لا لأنهم مجدوا وقدسوا الفكر وأهملوا قيمة اللغة، وهذا غير ممكن لأنه لا يمكن تصور فكر بدون قوالب لغوية. أيضا عز التلميذ الأسبقية راهي منطقية وليس زمنية. الإنسان يفكر ويتكلم في آن واحد، يعني في نفس الوقت، يعني في نفس الزمن، في نفس اللحظة، في نفس الوقت الإنسان يشعر بأنه يفكر ويتكلم في آن واحد، وبالتالي الأسبقية راهي منطقية وليست زمنية كما دعا هنري بريكسون، والذي قال علاقة